لو انت فاكر ان اللي بتشوفه في الاخبار النهارده ده الحقيقه تبقى غلطان. اللي بيدور النهارده حضرتك ما بين امريكا وايران في الفتره الاخيره ده عامل زي لعبه الشطرنج، والشاطر اللي بيحضر خدعه للتاني يجيبه الارض. اللي بيحصل ما بين امريكا وايران دي مش سياسه، دي دراما، واحنا الجمهور اللي بيتفرج مستني يشوف مين البطل في النهايه. الوثيقه الامريكيه بال15 بند دي حضرتك الخطه اللي بتتدبر في الكواليس، والشفره اللي هتفكك ايران كلها. هل امريكا بتقدم طعم مسموم لايران عشان تطمنها وبعدين تخلص عليها؟ وليه ترامب عمال يمد المهله من 48 ساعه ل5 ايام للنهارده 10 ايام؟ ايه حكايه المهله اللي بتخلص وكل شويه تزيد؟ وهل امريكا هتنهي الحرب فعلا في ايران ولا هو مجرد كلام وخلاص؟ وهل احنا قدام اتفاق تاريخي ولا خديعه القرن؟ وهل ايران جاهزه للخدعه ولا هي مصدقه اللي بيقوله ترامب؟ تعالوا نفكك المشهد المعقد ده مع بعض ونفهم ايه الحكايه بالظبط.